حبايبي الحلوين، كان يا مكان في مدينة كبيرة ومليانة أسرار. كان في طفلين مختلفين تماما، لكن القدر كان بيخبلهم لقاء غير متوقع. سليم ابن العائلة الثرية كان بيعيش في قصر ضخم كبير، وكل أوضة فيه بتحكي قصة مختلفة عن التانية. عنده ألعاب فيديو بأحدث إصداراتها، روبوتات صغيرة بتلعب معاه، وملابس جديدة وكتيرة. كان عنده مربية خاصة وطباخ بيعمله أشهى الأطباق اللي ممكن يتخيلها أي طفل. لكن بالرغم من كل ده، كان سليم بيحس بفراغ من جواه. أهله دايما كانوا مشغولين عنه، وكانوا بيسافروا كتير، ولما بيكونوا موجودين لقاءاتهم بتكون قليلة جدا وسريعة. سليم كان بيقضي معظم وقته وحيد بين جدران القصر، بيتنقل من لعبة للتانية ومن شاشة لشاشة، لكن الضحكة الحقيقية كانت غايبة عن وشه. كان بيحلم بصديق يلعب معاه أو حد يسمع حكاياته، وكان بيحب الفضاء والأبطال الخارقين جدا، وكان نفسه يشارك أي حد الحكايات دي. في الطرف الآخر من المدينة كانت بتعيش بنت جميلة اسمها نور في حارة شعبية بسيطة. بيتها صغير لكن مليان دفء وحياة. أبوها كان نجار موهوب، وأمها بتصنع أطباق جميلة جدا بتبيعها للجيران. نور ما كانش عندها ألعاب غالية، لكنها كانت بتعمل ألعابها بنفسها، عرايس من القماش ومراكب ورقية بتلعب بيها هي وأصحابها، وبيوت صغيرة بتعملها من علب الكرتون. كان ليها صحاب كتير جدا في الحارة، بيقضوا طول اليوم يلعبوا في الشارع ويضحكوا مع بعض وهم مبسوطين. أهل نور كانوا معهمش فلوس كتير، بس كانوا أغنياء بالحب والعطاء. كانوا دايما بيقضوا معاها كل وقتهم، بيحكوا لها حواديت ويشاركوها أحلامها. نور كانت دايما بتبص للسما وتشوف النجوم، وتحلم إن هي بتسافر لأماكن بعيدة. وفي يوم من الأيام، إعلان كبير انتشر في كل المدينة عن مسابقة جميلة للأطفال يشاركوا فيها، واللي يحل الألغاز ويلاقي الكنز المخفي هيكون ليه مكافأة كبيرة. الإعلان ده شد انتباه سليم ونور. سليم اللي كان بيحب الألعاب والألغاز قرر إن هو هيشارك، وطلب من باباه إن هو يحضر له كل الحاجات اللي هو محتاجها. بس باباه كان مشغول، اداله فلوس وقال له اشتري يا سليم اللي انت عايزه، وقال له لازم تكسب يا سليم. بس سليم ما كانش عايز يكسب، هو كان عايز يثبت لأهله إن هو يقدر يعمل حاجة كبيرة، إن هو مهم. نور بقى سمعت هي كمان على المسابقة، بس اللي كان بيشغل بالها مش المكافأة، هي كانت متحمسة إن هي تخوض مغامرة جديدة مع أصحابها. وما كانش معاها أي أدوات متطورة، بس كان عندها ذكاء قوي وفطرة سليمة. أبوها ساعدها إن هي تدخل المسابقة، ومامتها حضرت لها شنطة فيها سندوتشات وإزازة مية، وقالت لها أهم حاجة المتعة يا نور، مش الفوز. قالت لها كده وهي بتحضنها. بدأت المغامرة، وكل المتسابقين انطلقوا في أماكن مختلفة من المدينة. سليم كان بيستخدم الأجهزة المتطورة عشان يحل الألغاز بسرعة. كان بيوصل للأماكن المستخبية بدقة، بس كان بيلاقي نفسه وحيد دايما. نور بقى كانت بتعتمد على ذكائها وملاحظتها القوية جدا، وكمان مساعدة صحابها اللي كانوا بيشاركوا معاها الحماس. لما كانت بتلاقي لغز صعب كانت بتشارك صحابها، وكل واحد بيعرض فكرته، وفي الآخر كانوا بيوصلوا للحل. الضحك كان مالي الجو حواليها، وده كان بيخليها أقوى، ومفيش أي توتر. في مكان مهجور عبارة عن حديقة قديمة مليان أشجار متشابكة، سليم ونور اتقابلوا صدفة. سليم كان بيحاول يفتح صندوق خشبي قديم بكلمة سر مكونة من 4 أرقام، بس فشل إن هو يلاقيها. نور كانت بتلعب مع صحابها دايما، وبصت للوحة الأرقام، وبعدها بصت على التاريخ المنحوت على شجرة قديمة جنب الصندوق، وقالت له ممكن يكون تاريخ السنة اللي اتزرعت فيها الشجرة دي. قالت نور بفضول. سليم استغرب
وعمره ما فكر في حاجة زي دي. جرب الرقم وفعلا الصندوق اتفتح. سليم اتفاجئ بذكاء نور البسيط وشكرها. نور ابتسمت وقالت المفروض نشتغل مع بعض، ممكن نكمل باقي المغامرة دي مع بعض. سليم قال لها أنا حاسس بالوحدة ودلوقتي أنا بقيت مرتاح، وفعلا وافق إن هو يكمل معاها. ومن اليوم ده سليم ونور بقوا فريق واحد. سليم كان بيستفيد من الأجهزة اللي معاه، ونور كانت بتستخدم ذكائها وملاحظتها لكل تفصيلة. والأهم من ده كانت بتقول دايما لسليم إزاي يستمتع بالرحلة دي، مش بس إنه يوصل، لازم يستمتع بكل حاجة. وفي مرحلة من المراحل كان المفروض إن هما يوصلوا لمكان سري مخفي تحت الأرض علشان يلاقوا المفتاح الأخير. المكان ده كان مظلم ومخيف، وطبعا الأجهزة بتاعت سليم ما كانتش جايبة أي إشارة. سليم خاف بس مسك إيد نور وقالت له أنا معاك ما تقلقش، خلينا نمشي بالراحة ونسمع الأصوات اللي حوالينا. استخدموا السمع واللمس واكتشفوا طريق سري ما كانش ظاهر على الخريطة، وكل ما كانوا بيقربوا من نهاية المغامرة كانوا بيعرفوا بعض أكتر. سليم حكى لنور عن وحدته وقد إيه إن هو بيحب إن يكون في ناس حواليه بتشاركوا حياته، بيشاركوا مع بعض حياتهم. نور حكيت له عن حلمها وإن هي نفسها تكون رسامة مشهورة، وإن هي بتلاقي سعادتها في أبسط الحاجات. سليم بدأ يكتشف الضحكة اللي على وش نور وكان مبسوط جدا، وكانت بالنسبة له أغلى من أي لعبة. ونور كمان اكتشفت إن سليم بالرغم من حياته المرفهة بس كان طفل عادي، كان بس محتاج شوية حب واهتمام. وصل سليم ونور للمكان الأخير ولقوا الكنز، لكن المفاجأة الكنز ما كانش فلوس ولا ذهب. الكنز كان عبارة عن كتاب كبير مكتوب فيه السعادة لا تشترى بالمال، إنما بالحب وبالسعادة والصداقة والضحك الصافي واللحظات الحلوة اللي بنقضيها مع اللي بنحبهم. في اللحظة دي بص سليم لنور وابتسم ابتسامة حقيقية. فهم إن الكنز الحقيقي اللي لقاه مش الكتاب بس الصديقة اللي لقاها والدرس اللي اتعلمه. نور كمان كانت مبسوطة علشان لقت صديق جديد وعرفت إن أبسط الحاجات ممكن تجيب السعادة. ومن اليوم ده سليم ونور بقوا صحاب جدا، وكانوا بيزوروا بعض وبيلعبوا كمان مع بعض وبيضحكوا بصوت عالي. وسليم ما كانش حاسس بأي وحدة ولا ملل. ونور كمان كانت بتزور سليم في القصر بتاعه، بس ما كانتش بتبص على الألعاب الغالية، كانت بتبص للضحكة اللي رجعت لسليم وإن هو مش حاسس بالوحدة زي الأول. وعرفوا إن السعادة الحقيقية هي كنز لا يفنى، مش بيتشاف بالعين لكن بيتحس بالقلب. وأغنى إنسان في العالم هو اللي قلبه مليان حب وسعادة. إيه رأيكم يا أصحابي في الحدوتة دي؟ أشوفكم في حدوتة تانية، مع السلامة يا أصحابي.